فيلم النهارده بيحكي عن ضابط فاشل ماهر في الفنون القتالية، حاول انه يحمي بنت مسكينة من عصابة مافيا قوية جدا. وبدون ما اطول عليكم يلا بينا نبدأ. قصتنا بتبدأ مع شوتو، وشوتو يبقى آخر رئيس لعصابات المافيا في المدينة، ورئيس البوليس جمع كل الضباط وبدأ يديهم التعليمات عن الخطة علشان يمسكوا شوتو ويكشفوا خططه الشريرة. وبعد ما رئيس الشرطة شرح الخطة للضباط فانطلقوا في مهمتهم بسرعة البرق، وضباط البوليس جهزوا نفسهم وحصروا كل الطرق علشان شوتو ما يقدرش يهرب منهم. بعد كده استخبوا في أماكن قريبة منه علشان يراقبوه هو وعصابته. لكن فجأة السكرتيرة الخاصة بشوتو لاحظت ان في واحد من الضباط وهو بيراقبهم، ومن هنا ظهر شان. وشان يبقى ضابط ماهر وذكي جدا، وقدر ان هو يمنع السكرتيرة انها تبلغ باقي افراد العصابة، لكنه فشل والمكان اتقلب لفوضى تامة. وجميع افراد العصابة بدأوا بالقتال مع ضباط الشرطة باستخدام الاسلحة. وشوتو اخد باله ان البوليس بيطارده فقرر يهرب من المكان على اخر لحظة. اما شان هد صديقه لانه كان متوتر واستمر في قتال افراد العصابة بدون خوف. بعد كده لاحظ ان شوتو عاوز يهرب فاخد العربية بتاعته وانطلق وراه، وشاه دمر كل مباني المدينة والمكان كله انقلب لفوضى تامة. وهدف شان ان هو يقبض على شوتو لانه مجرم خطير، لكن للاسف عربيته اتدمرت فكمل مطاردة شوتو على رجله. وشان طارد شوتو وسط شوارع المدينة، فشوتو واتباعه ركبوا اتوبيس علشان يهربوا، لكن شان كان عنيد جدا وفضل يطاردهم بكل قوته لحد لما اتشعلق في الاتوبيس بمهارة عالية جدا وكان هيمسكهم. فالمجرمين فضلوا يضربوا فيه ووقعوا على الطريق، ومن هنا شان استخدم ذكائه واخد طريق مختصر. بعد كده وقف عربية قدام الاتوبيس وفضل يضرب نار على العصابة لحد لما اجبر الاتوبيس يقف في مكانه. وبعد كده ثبت شوتو وكان هيقبض عليه. وفي البداية شوتو عرض $1,000,000 علشان يسيبه في حاله، لكن شان رفض طلبه وسلمه للبوليس. وبالفعل شان نجح في المهمة بتاعته وقبض على اخطر مجرم في المدينة بصعوبة رهيبة، لكن رئيسه في الشغل كان غضبان منه جدا لانه دمر مباني كتير بسبب تهوره. ومن هنا شان اترقى في البوليس بسبب مهارته العالية وطلع في التلفزيون واخد شهرة كبيرة ملهاش مثيل. بعد كده بنقابل سالينا، وسالينا تبقى السكرتيرة الخاصة بشوتو وتعرف كل اسراره وكل الجرائم اللي هو بيعملها. علشان كده البوليس قرر ان هو يحقق معاها لانها هي الوحيدة اللي تقدر تكشف شوتو وتثبت ان هو مجرم خطير. وسالينا كانت رافضة تتكلم مع البوليس او تعطيهم اي معلومات، فرئيس الشرطة طلب من شان يراقبها طول الوقت علشان ما تقدرش تهرب منه ويضمن سلامتها من عصابة شوتو لحد لما تشهد في المحكمة على شوتو وعصابته. وبالفعل شان تتبع سالينا طول الليل والنهار لان شوتو ممكن يسلط اي حد من اتباعه علشان يخلص عليها لانها هي الوحيدة اللي تعرف كل اسراره. وطبعا سالينا كانت متضايقة من شان لانه كان بيراقبها طول اليوم، ولما كانت في بيتها في قاتل مأجور بدأ يتجسس عليها وانتظر الفرصة المناسبة علشان يهاجمها. وبالفعل القاتل المأجور غفل سالينا وهاجمها بشراسة ملهاش مثيل. ولما قناع القاتل المأجور انكشف فبيظهر ان هو الضابط كين صديق شان، ومن هنا بنعرف ان دي خطة من شان علشان يخوف سالينا ويخليها تثق فيه. وشان وكين دخلوا في قتال مع بعض علشان يمثلوا على سالينا لحد لما صدقت ان شان حماها وانقذ حياتها. ومن هنا سالينا فضلت تكسر كل حاجة على دماغ كين لحد لما فقد الوعي، فشان حاول يحميها لانها ممكن تقتله ومثل ان هو موته في القتال علشان تسيبه في حاله. ولما شان كان عاوز يمشي بعيد عنها فسالينا اترجته ان هو يفضل جنبها ويحميها. وبكده خطة شان وكين نجحت وقدر ان هو يكسب ثقة سالينا. وبعد كده شان اخد سالينا معاه للبيت علشان يخبيها عن افراد العصابة. ولما كانوا في طريقهم فجأة العصابة عملوا لهم كمين وكانوا عاوزين يقتلوهم، وافراد العصابة كانوا تابعين لشوتو وكل هدفهم انهم
يخلصوا على سالينا لأنها هي الوحيدة اللي تعرف كل أسرارهم وممكن تكشفهم للمحكمة والبوليس في أي وقت. فشان استخدم مهارته الأسطورية بالكونج فو ومسك المجرمين طحنهم، مع إنهم كانوا أكتر منه في العدد لأنه مقاتل سريع وملوش أي حل. لكن فجأة سالينا مسكت المسدس وضربت نار، فكل المجرمين خافوا وهربوا من المكان على آخر لحظة. وسالينا وثقت في شان لأنه أنقذ حياتها وقالت إنها تعترف على كل حاجة في المحكمة. ومن هنا شان سجل كل اعترافاتها علشان يستخدمها كدليل في القضية بتاعته. وبعد فترة شان أخد سالينا معاه ووصلها للبيت، وهناك شان اتفاجئ لأن خطيبته كانت عاملة له احتفال بسبب عيد ميلاده، لكنها اتضايقت منه لما شافت سالينا معاه وافتكرته بيخونها وأخدت نفسها ومشيت من المكان. ومن هنا شان كان مصدوم جدا من اللي حصل وما كانش عارف يتصرف ازاي، وقال لسالينا تدخل تستريح لأنهم هيروحوا المحكمة بكرة. ولما سالينا دخلت أوضة شان فشافت صورة للضابط كين، وعرفت إن كين يبقى هو القاتل المأجور اللي حاول يخلص عليها. ومن هنا سالينا اكتشفت إن شان وكين خدعوها علشان يكسبوا ثقتها، فسالينا حست بالغضب الشديد. وتاني يوم شان صحي من النوم واتفاجئ إن سالينا مش موجودة في البيت وملهاش أي أثر، ده غير إن رئيسه في الشغل اتصل عليه وقاله إن هو لازم يحضر المحكمة هو وسالينا بأسرع وقت ممكن. فشان انطلق بأقصى سرعته ووصل المحكمة، لكن سالينا ما كانتش موجودة معاه، وبكده شوتو ممكن يخرج براءة من القضية بسبب قلة الأدلة. والمحامي الخاص بشوتو بدأ يسأل شان عن القضية وعن الأدلة اللي موجودة معاه، لكن للأسف شان ما كانش عارف يرد عليه لأن سالينا ما جاتش المحكمة وما فيش أي أدلة. وأول لما شان كان هيخسر القضية فقال لكل الناس ان هو هيسمعهم التسجيل اللي اخده من سالينا لما اعترفت له بجرائم شوتو وهي كانت موجودة معاه في العربية بتاعته. وبالفعل شان شغل التسجيل في المحكمة، ولكن المفاجأة ان سالينا غفلته وبدلت اصوات التسجيل باصوات اغنية تافهة، فكل المحكمة ضحكت عليه، حتى شوتو والقاضي كانوا هيموتوا على نفسهم من الضحك. ومن هنا شان اتكسف جدا من اللي حصل وما كانش عارف يتصرف ازاي. اما شوتو فخرج من القضية لأن مفيش أي أدلة تثبت إن هو مجرم، وقعد يضحك زي الكلب. وشوتو كان متضايق من شان لأنه مشهور وكل الناس بتحبه، فقرر إن هو لازم يخلص عليه بأسرع وقت ممكن. وبعد كده شوتو كلم ضابط فاسد وقال له إن هو هيعطيه مبلغ مالي كبير مقابل إن هو يوقع شان بفخ مميت، فالضابط الفاسد وافق على طلبه. أما شان فكان في مركز الشرطة وكان بيحاول يستريح، لكنه انشغل بالتليفونات اللي بتوصل له لان في قضايا كتير لازم تتحل. وفي وسط الشغل فشان وصل له تليفون من خطيبته، فراح علشان يصالحها ويعتذر لها عن اللي حصل. ولما كان معاها فوصل له تليفون من الضابط الفاسد وقاله ان هو محتاج يقابله باسرع وقت ممكن. فشان انطلق باقصى سرعته علشان يفهم هو عاوز ايه. ومن هنا الضابط الفاسد كان عامل له كمين مميت وعاوز يغفله. وبالفعل شان وصل للمكان اللي الضابط الفاسد عاوز يقابله فيه، لكنه اتوتر وكان حاسس ان هو معمول له كمين، فاتسلق على الجدران ودخل المبنى عن طريق الشبابيك. واول لما اتسلل للغرفه فاتفاجئ ان سالينا مربوطه، وعرف ان العصابه بتاعت شوتو واخدينها رهينه، فحاول ينقذها ويفكوا قيودها. لكن فجاه المجرمين اتلموا عليه وحاصروا من كل اتجاه. ومن هنا شان اتفاجئ وما كانش عارف يتصرف ازاي، لكنه استجمع قوته وتركيزه وبدأ يدافع عن سالينا بكل ما عنده لأنها هي الوحيدة اللي تعرف أسرار شوتو وتقدر تدخله السجن. ومن هنا شان استخدم ردة فعله السريعة وضرباته المميتة في التصدي ضد المجرمين مع انهم كانوا اكتر منه في العدد. لكن في النهاية افراد العصابة سيطروا على شان وكانوا هيخلصوا عليه، بس من حسن الحظ في ضابط ظهر على اخر لحظة وانقذهم منهم. ومن هنا المجرمين عملوا حركة ذكية وخطفوا المسدس الخاص بشان وضربوا بيه الضابط التاني، وبكده البوليس هيفتكر ان شان هو اللي قتل الضابط، وبكده شان هيلبس في قضية كبيرة جدا ومش هيقدر يخرج منها. ومن هنا شان استغل تشتت العصابة واخد سالينا وخلاها تقفز من اعلى المبنى في حمام السباحة. بعد كده المجرمين مسكوه ورموه في الشارع وسابوه لوحده زي الكلب، لانهم عارفين ان البوليس هيبدأ يدور
عليه لانهم فاكرينه ان هو اللي قتل الضابط زميله. ومن هنا شان فضل تايه في الشوارع ومش عارف يتصرف ازاي، لكنه قرر ان هو هيرجع مركز الشرطة علشان يسلم نفسه. وهو لما وصل فاتفاجئ ان رئيسه في الشغل كان مصدق ان هو قتل الضابط، فشان اتوتر وفقد اعصابه وبدأ يعيط لانه ما قتلش اي حد. وبعد كده اخد رئيسه في الشغل رهينة وثبت كل الضباط في المكان، وشان هدد كل الضباط برئيسه في الشغل لحد لما ركب العربية وامر الضابط ان هو يسوق العربية لمكان بعيد. واول لما شان بعد عن مركز الشرطة فاعتذر لرئيسه على كل اللي هو عمله وقال له ان هو هيثبت براءته، فرئيسه اتمنى له التوفيق. بعد كده شان اخد نفسه ومشي من المكان. ومن هنا شان استغل الفرصة وقدر ان هو يغفل الضابط الفاسد اللي وقعه في الفخ من البداية، واجبره ان هو يعرفه مكان مخبأ شوتو وعصابته علشان يرجع حقه ويثبت براءته. وبعد كده اتفق مع سالينا وطلب منها تدخل الخزنة الخاصة بشوتو لانها هي الوحيدة اللي تعرف كلمة السر. وبالفعل سالينا دخلت الخزنة بدون ما اي حد يلاحظ وفتحت الكمبيوتر وسرقت منه كل المعلومات اللي شان محتاجها وطبعت كل المستندات وخبتها في الشنطة بتاعتها. ولكن من سوء الحظ شوتو اكتشف ان البيانات اتسرقت، فحس بغضب شديد وامر عصابته انهم يخلصوا على سالينا وشان مهما كان الثمن. وبالفعل العصابة طردوا شان وسالينا في كل مكان لحد لما وصلوا لمول ضخم جدا ومليان ناس، والمجرمين بدأوا يهاجموا شان بشراسة ملهاش مثيل، لكنه كان ماهر جدا وقدر ان هو يتصدى لهم كلهم بدون اي مشاكل. وفي وسط القتال الشنطة اللي فيها المعلومات وقعت في الدور السفلي من المول، فشان قفز من مكان عالي جدا وخاطر بحياته علشان يوصل للشنطة واخدها ما بين ايدين شوتو قبل ما يهرب. ومن حسن الحظ البوليس وصل المكان وسيطروا على كل حاجة، وبكده شان يكون حس بالراحة لانه اخيرا قبض على شوتو الندل وهو متلبس. ولكن فجأة المحامي الفاسد الخاص بشوتو ظهر وفضل يرغي بالكلام، فشان اتعصب ومسكه طحنه. وبعد كده مسك شوتو هو كمان وكان هيخلص عليه، لكن الضباط حشوه عنه وهدوا اعصابه. ومن هنا بيخلص فيلمنا. انا مينا اسحاق. فلو عجبك الفيلم ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الملخصات النارية. وما تنساش تعمل متابعة على صفحة الفيسبوك علشان تقول لنا على الافلام اللي تحب نلخصها لك. اشوفك الفيلم الجاي يا صديقي، يلا سلام.